ازيكم عاملين ايه؟ يلا نعمل مع بعض النهاردة أكلة سريعة واقتصادية نوعا ما. صينية البطاطس بالسجق، وسهلة جدا وجميلة وهتعجبك قوي. أولا السجق اللي استخدمته نص كيلو، ما تقطعيهوش، خلوه سليم بالشكل ده كده، لأنه لما بيتقطع اللحمة بتطلع منه كده بيبقى شكله مش حلو. أنا حمرته كده من غير مادة دهنية، شايفة هو نازل دهون من اللي فيه. حمرته 4 5 دقايق وبعدين ضفت له بصلة كبيرة متقطعة ترانشات بالشكل ده. مش هتاخد لون، احنا بس هندبلها وهنضيف لها 4 فصاص توم متقطعين برضو ترانشات كده. لما يتبالوا بقى وريحتهم تطلع كده هنبدأ نحط الفلفل الألوان، نص فلفلاية من كل لون متقطعة شرايح بالطول كده كبيرة شوية. لو ما عندكيش فلفل ألوان حطي فلفل أخضر كفاية. بعد كده هنبدأ نتبل السجق بتاعنا. نص معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة بابريكا، ونص معلقة صغيرة توابل لحمة. هو طبعا السجق متبل كويس بس عشان الخضار اللي ضفناه. هنقلب بقى السجق كده بالخضار، بالتتبيلة بتاعته. وبعدين هنضيف له كوباية كبيرة صلصة طماطم، سوري عصير طماطم، هتعصريه وتصفيه كويس ونضيفه، ونحط معلقتين صلصة طماطم بقى. وصلصة الطماطم دايما بقولك اعمليها في البيت، هتطلع معاكي أرخص كتير وأحلى بكتير قوي من الجاهزة. قلبت بقى كده، وبعدين الإضافة الجاية هتكون الخضار بتاعنا اللي هو البطاطس. لما غلى بقى كده بالشكل ده نزلت البطاطس، 4 بطاطسات وسط متقطعين شرايح، لا تخينة ولا رقيقة. قلبيها بقى كويس كده في الصلصة، تتشرب منها وتتشرب من التتبيلة. واختياري بقى حطي نص معلقة شطة، بس ده براحتك لو عايزاها سبايسي يعني، نص معلقة صغيرة شطة. آخر إضافة هنضيفها بقى للأكلة بتاعتنا النهاردة المية. حطي نص كوباية مية سخنة بس، ما تكتريش عن كده. هي نص الكوباية سوت البطاطس معايا كويس قوي، وما بقاش فيها يعني صلصة كتير كده، فما تكتريش عن النص كوباية. سبتها بقى لحد ما غلت، وبعدين هنزلها في الصينية اللي هندخلها الفرن. الصينية بقى حطيت فيها الكمية كلها اهي، وبعدين غطيتها بورق الزبدة وورق الفويل على الوش كده. والفرن دلوقتي مولعاه على درجة حرارة 220. هنحطها على الرف القريب قوي من الصاج. هتاخد معاكي من 35 ل 40 دقيقة وتكون استوت جدا. دخلتها بقى اهي الفرن، ولما طلعت شلت بقى عليها من عليها الفويل والورق الزبدة. وبعدين هو ممكن تقدميها بالشكل ده، خلاص لذيذة جدا كده. بس انا حبيت بقى ازينها اكتر يعني، ادلعها كده بشوية فلفل الوان، ودخلتها الشواية 5 دقايق بالظبط. اخدت لون حلو. وبعدين تقدميها بقى، انا قدمتها مع الرز بلسان العصفور، لذيذ قوي. البطاطس مستوية كويس قوي وطعمة قوي. السجق لونه جميل وطعمه اجمل، وبألف هنا. ولو عجبتك طريقتي النهاردة اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، ونتقابل كتير في وصفات تانية أحلى وأحلى. باي باي.